السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد منير من قناة اونلاين. دلوقتي يا جماعة اجيب لكم اخبار النادي الاهلي في كاس العالم 2026، الفرق والمشاركات وكل حاجة. تعال نشوف علاء صادق قال ايه ونرجع تاني. دايما الاهلي الاول، دايما ما بناخدش غير الاول لاننا الاهلي اول نادي مصري، اول نادي عربي، اول نادي افريقي هيشارك في بطولة دولية رسمية في الولايات المتحدة. النادي الاهلي اعلن رسميا عن مشاركته في كأس أندية العالم 2025 اللي الفيفا قرر النهاردة اقامتها في الولايات المتحدة. كلنا عارفين الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي هتنظم كأس العالم لكرة القدم 2026 بالتعاون مع كندا والمكسيك. النهاردة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرر ان امريكا تخوض كأس العالم للأندية على ملاعبها بمشاركة 32 فريق كمرحلة استعداد وتجربة قبل كأس العالم. النادي الاهلي هو اول نادي في العالم كله ضمن المشاركة، لان الاهلي هو النادي الوحيد في العالم، خدوا بالكم كلمة في العالم دي مهمة. الاهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي كسب بطولتين قاريتين في اخر 3 سنين. اللي هيشارك في البطولة دي 12 نادي من اوروبا، و6 من امريكا الجنوبية، و4 من افريقيا، و4 من اسيا، و4 من امريكا الشمالية والوسطى، و1 من الاوقيانوس، و1 من الولايات المتحدة بطل الدوري. اللي يضمن المشاركة مباشرة هم اللي كاسبين البطولات القارية 2021 و2022 و2023 و2024، يروحوا على طول على البطولة بتاعت 2025. بقية المراكز هتبقى بالتصنيف القاري تبع الاتحاد القاري، التصنيف اللي لحد النهاردة نادي الزمالك مش معترف بيه وعايز يبقى نادي القرن الحقيقي. الفيفا بيقول لك بالتصنيف مش بعدد البطولات، بالتصنيف. نرجع تاني، مين في العالم كله كسب بطولتين قاريتين؟ في اوروبا 2021 تشيلسي الانجليزي، 2022 ريال مدريد الاسباني، 2023 مانشستر سيتي الانجليزي، 3 انديه مختلفه. في اسيا 2021 الهلال السعودي، 2022 اوراوا الياباني، 2023 ما اتلعبتش لحد دلوقتي. في امريكا الشماليه 2021 مونتيري المكسيكي، 2022 سياتل ساوندرز الامريكي، 2023 كلوب ليون المكسيكي. ما فيش نادي كسبها مرتين. في امريكا الجنوبيه 2021 بالميراس البرازيلي، 2022 فلامينجو البرازيلي، 2023 ما اكتملتش ولا نادي كسبها 3 مرات. ما شاء الله، كل قارات العالم محدش كسبها 3 مرات غير الاهلي. 2021 الاهلي، و2023 الاهلي، و2022 الوداد. ما شاء الله، الاهلي اول نادي. لكن البطولة دي هتبقى هي الاصعب في التاريخ. ليه؟ من دلوقتي بقول لكم ليه البطولة هتبقى الاصعب في التاريخ. اولا، النادي الاهلي في 32 فريق، منهم 20 من اوروبا وامريكا الجنوبيه. 20 نادي، 12 من اوروبا و18 و6 من امريكا الجنوبيه، في 18 نادي. 18 نادي معناها ان اكتر من نص المجموعات، اكتر هيبقى فيه 6 مجموعات من اصل 8، 6 مجموعات من اصل 8 يبقى فيها 3 أندية من أوروبا وأمريكا الجنوبية. ال 12 نادي هيتوزعوا على كم مجموعة؟ هيتوزعوا على 8 مجموعات، كل مجموعة واحد، و4 مجموعات هيبقى فيها فريقين من أوروبا. شوفوا الصعوبة. أندية أمريكا الجنوبية 4 مجموعات هيبقى فيهم أندية أمريكا الجنوبية مع اوروبا، وفي مجموعه هيبقى فيها ناديين من اوروبا ونادي من امريكا الجنوبيه. بندعي ربنا ان الاهلي ما يقعش في مجموعه من دول. هما مجموعتين بس في كل البطوله اللي هيبقى فيها 3 انديه من اوروبا وامريكا الجنوبيه مع بعض ومعاهم نادي رابع. يا رب ما يبقاش الاهلي في المجموعه دي.
الماتشات كلها هتبقى مع الفجر بعد منتصف الليل. الماتشات بتبدأ 1 الصبح و2 الصبح و3 الصبح. ده فرق التوقيت الكبير اللي بيننا وبين أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية. ورجعنا لكم تاني وسمعنا كلام علاء صادق عن النادي الأهلي والفرق اللي هيقابلها والترتيب وكل حاجة. دلوقتي هنسمع عن عقد حسين الشحات والخلاصة بتاعته مع مين؟ مع شوبير. شوبير جاب لنا الخلاصة، نسمع شوبير قال ايه، نرجع تاني. بس مبدأ واقول ان احنا يمكن اكتر ناس اتكلمنا في موضوع حسين الشحات. النهارده كانت هناك جلسة رباعية من النادي الاهلي. كان موجود امير توفيق، وكان موجود كابتن سيد عبد الحفيظ، وكان موجود كابتن محسن صالح مع كابتن حسين الشحات. هقول لك بس اللي حصل بالظبط عشان تبقى عارف الحدوته ماشيه ازاي. حسين زي ما قلت لك على مدار الايام الماضيه هو جاله فتره كان خلاص فكره الرحيل هي الاساس عنده، ثم بعد ما قعد وعرف وشاف وحس والدنيا والامور ماشيه ازاي، فبدات الامور تهدى تماما معاه، وبقى عنده قناعات كامله وتامه انه يستمر مع النادي الاهلي. كويس. الاستمرار، المبلغ اترفع سنه صغيره، خلاص مش هرجع اقول ارقام بقى، اترفع سنه صغيره على مدار ال3 سنوات بشكل ارضى جدا حسين الشحات. تبقى قصه نسبه المشاركه، لانه زي ما بقول لك نسبه المشاركه بتبقى 25%. حسين كان اعتراضه ومعاه حق انه في فتره موسيماني جلس كثيرا على دكه البدلاء، فممكن ما يكملش نسبه ال 25% مشاركه فما ياخدش العقد بتاعه. يعني بيطير مثلا اتفق على 10 قروش، فالمشاركه مثلا بتبقى 50% ايا كان يعني، فلو ما كملهاش ما ياخدش ال 25% دول من نسبه المشاركه على الاطلاق. فهنا بدأ الكلام رايحين جايين رايحين، الى ان تدخلت شركه الكوره ووعدوا بحل هذه المشكله بعقد اعلاني ممكن يعوض نسبه المشاركه، والعقد ده هيبقى على مدار 2 سنين، يعني عقد مستمر لمده 2 سنين، وبالتالي الامور كلها انتهت في انتظار بس الوصول الى هذا العقد مع الشركه الاعلانيه، وبعدها يتم الاعلان عن توقيع حسين او تجديد حسين للنادي الاهلي لمده 3 سنوات. العقد الجديد لحسين الشحات مع النادي الاهلي لمده 3 سنوات. اعزائي المشاهدين والمتابعين، هذا كل ما يخص كابتن حسين الشحات.